ازيكم عاملين ايه؟ انا زياد والنهارده هنتكلم عن عبثيات التعليق المصري، بس قبل اي حاجه انزل لي بالانترو. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف اللي انت عملته ده يا يعقوب؟ ايه القرف ده؟ طيب. ايه القرف ده؟ خلينا في القضيه الاساسيه. ايه القرف طيب. ده؟ ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ ايه القرف ده؟ وعلى فكره يعني الاذاعه الداخليه في هذا الملعب، ملعب ادرار اللي ان شاء الله مصر تكمل وتلعب عليه مباراه ربع النهائي واللي لعبت عليه كل اللقاءات، كانوا مشغلين يا حبيبتي يا مصر الاغنيه العظيمه لشاديه في طبعا ما قبل المباراه اثناء فتره الاحماء. علي محمد علي عنده استعداد انه يدخلك 100 حوار ملوش علاقه بالماتش اصلا. يعني انا مثلا هستفاد ايه لما اعرف اغنيه شاديه كانت من تاليف مين؟ انا فعلا مش مهتم اعرف والله، ولو اتزنقت يعني وجالي فضول هسال جوجل. يا عم انا كمشجع فاتح التلفزيون اتفرج على الماتش، وانت كمعلق واجبك انك تشرح اللي بيحصل وتدي حماس للماتش مش اكتر. عن القوه على فكره كان مسماهم السناجب فيما قبل، لكن حقيقه لقيت المسمى اتغير الى الفهود للتشيتاس، والسناجب صراع، والفهد هو اسرع الحيوانات يعني. بص، هو هنا خرج من الكوره والسياسه والفن ودخل في عالم الحيوان. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ ادي فيكتور جوميز الجنوب افريقي اللي بقول لحضراتكم عليه، 39 سنه من اصول برتغاليه هذا الحكم، ويملك شركه للمياه وايضا شركه ل يعني تجميع وصناعه البلاستيك. يا عم قول لي بالله عليك ايه اللي انا هستفيده لما اعرف ان الحكم اللي في الماتش عنده شركه ميه وشركه تصنيع بلاستيك؟ هو انا هشاركه؟ الشوط الاول نادر فرج، نادر خطير يلعبها لبره تاني عند مروان، يا ولد مش ممكن القايم، مش ممكن. مباراه القوايم، قايم شمال وقايم يمين وانا قايم من مكاني. واحده حلوه قوي وجون انتوي، يا خرابي رمضان، وراح رمضان وراس رمضان بصوا انا مش عارف والله مين اللي فتح له باب الاستوديو وقال له خش علق الماتش. انا بتعرض للزنا التعليقي والله. ايمن كان فين ومعروف كان فين؟ هنا مصطفى فتحي عنده المهاره، يقدر يرفع، يقدر يعدي، يقدر يمرر، يقدر يعمل الخطوره، يقدر يجيب جون. شوبير يا جماعه بجد صعب قوي في التعليق، هو مش فاهم هو بيقول ايه وهو هنا ليه اصلا، بس بيحاول يمشي اموره فمسك في كلمه يقدر ومشي عليها طول الهجمه. جاي دوكو دودو يردها تاني عند فادي فريد، خطيره لسه. مكرونه هنشوف هيدي ايه. هدف تاني لنادي سموحه. مكرونه جوعتنا يا مكرونه. يا جماعه اللي مش بيعرف يهزر في التعليق زي كابتن مدحت شلبي ما يهزرش. تبقى ضربة مرمى لصالح الكونغو، ضربة مرمى لصالح الكونغو. يعني احنا في عزا هناخد كل السلامات يا مخرج. من نص الملعب لرمضان يقدر يسجل 5 تجوان. ادي رمضان يا عيني مش ممكن لكن لسه مروان يقف ويسدد، يا مش ممكن. يا احمد صالح داخل، ولكن حارس المرمى برافو الشيخ عبد الحليم. يا لهوي ولكن حارس ده احمد الشناوي اللي لعب وادي رمضان صبحي وراح بواحده، ورمضان بعرض الملعب والجون. اعلى حاجه في التعليق المصري انه خالي من التعليق. ماهر كرة جول 100%، كادت ان تكون هدف يعني عن طريق احمد القرموطي. شوف القرموطي كان هيحطها زي القراميط هيجول. عفوا بانسي وعمر حسام، بانسي موعد مع التاريخ في اول اهدافه في الايجيبشن بريمير ليج وجول. وحضرتك بتقول ايه؟ ايجيبشن بريمير ليج. بالايه يا كابتن؟ ايجيبشن بريمير ليج. لا معلش قول تاني ما سمعتش. ايجيبشن بريمير ليج. كده سمعت. لعيبه البرازيل يعني بتلعب زي ما بيقولوا ايه، يعني بتلعب تلعب لعب شديد. هو انا متاكد انه كان قصده معنى تاني ما عرفش يوضحه، واخر لما زهق قال شديد وخلاص. اتردد تعود عاشور حطها، يا بتتلعب على طول، مفيش اوفسايد وانفراد، ورايح رمضان وراس رمضان صابر رحيل رفعها حلوه قوي بدماغه وجول. مؤمن زكريا
مؤمن زكريا نازل يخطف. التوفيق وعدم التوفيق. كرة ادي هجمة خطر لفريق انبي وعلى صدره واتزحلق واضطر يرجعها ورا لنور السيد اللي بيلم وبيركن كرة في منتهى الخطورة. وبالفعل صفر حكم اللقاء محمود البنا بانتهاء المباراة. وفي الاخير انا محتواي كله هزار، ما تحاولش تاخده على محمل الجد تماما، وكلامي ما دام مش بيسع حد فانا تمام. وفي النهايه برضو لو ما عجبكش لقطه في الفيديو تقدر تقولي في الكومنتات ونتناقش سوا، ولو المحتوى كله مش عاجبك تقدر تسكيب الفيديو ولا كأنك شفتني. بس كده كان معاكم زياد، اشوفكم الفيديو الجاي، السلام عليكم. اسمه خضري، محمد صلاح، احمد حجازي، احمد فتحي، محمد النني، فرخد خامد، صالح كوما، رمضان صبحي، محمود تريزيجو، محمود كهربا. خلي بالكم الكلام اللي انا منطقه ده بالروسي صح 100%. يعني من ضمن الحاجات قال ان المحافظه عليها 900 مليون جنيه مديونيه، منها 230 مليون للمقاولين. والحاجات دي طبعا كانت هيستكمل بيها الانفاق على الكورنيش، كل يوم الناس بتتهف هناك. ايه اللي وداك غريبه؟ احنا في عجيبه. قول له انت فين؟ هو في غريبه. احنا في عجيبه هنا. طبعا الحاجات دي ممكن جدا بتخرج منها كلام عشان المحافظه تبقى كويسه، والموتوسيكلات اللي رايحه جايه فيها دي تقف. يا ريت السيد مدير المرور هناك يطلع كده مره ويشوف العيال الصغيره اللي سايقه موتوسيكلات وقاعده تدوس الناس وعامله ازعاج بالراديو اللي فيها. حاجات غريبه جدا. تايه ولا ايه؟ بص، عارف المدرسه؟ خش من ورا المدرسه. في شارع كبير ورا المدرسه. باين عليه تايه. باين عليه تايه. حاجات غريبه جدا بنشوفها في اسكندريه الصراحه، يعني غير البيوت اللي مطرطره فوق في الحارات 20 دور وبتاع. حاجات غريبه جدا. ورا المدرسه في مدق حديد صغير كده، خش فيه. هو تايه ولا ايه؟ ايه اللي وداك هناك؟ تايه. هو انت ما انت كده بتطبق. ايوه تايه. حضراتكم في الشاشه الوقت والساعه غريبه جدا. مشكله فنيه ايه؟ اللي بيطلع الصور دي كلها ما يطلعش الوقت والساعه. بعت له يقول لي مشكله فنيه. اذا اردت تقدما ونجاحا فاملأ العمر همة وكفاحا، واتخذ النجاح بكل سبيل. إن صنع النجاح ليس مزاحا، وعلى قدر أهل العزم. نعم؟ على ايه؟ على ان شاء الله ابدأ بالضروري ثم انتقل إلى الممكن، تجد نفسك فجأة تصنع المستحيل. الأمل ليس حلما بل طريقة. طب الصوت يا ابني، الصوت طالع هنا. ده ايه الهم ده؟ ورا كرة يا رجاله. الصوت طالع يعدي. لا طالع اهو. انا في كل الناس قدامك. ايوه كده. كل مره نخش في المتاهه دي. ماشي بعيده قوي اصلا. الصوت يا ابني. كان ارجع السلك بتاعي في نص الجزء اللي شغال فيه. انا مش هشتغل. شكري. ارمد. لا الصوت موجود. اطلع ازاي انا؟ مش عاوز حاجه، مش عاوز صوت صم بالنسبه لي. ايه ده؟ مخرج المنفذ اديها صوت ملعب. هو قاعد يشاور لي دلوقتي وانا مش عارف هو عاوز ايه. انا بشتغل في مباراه. يا اخوانا عايزين نروح شغلنا. خالد قمر برضه بقول مصطفى قمر، مفيش فايده. مصطفى قمر ده نجم الغناء، كنا بنجيبه في النادي الاولمبي اول ما هو صاعد في ليالي رمضان. انما اللي عندنا ده خالد قمر لغايه دلوقتي لسه ما غناش. يمكن يغني في الكوره دي اهو، مش حافظ الاغنيه. على طول خالد قمر وضربه حره مباشره ومش حافظ اللحن كمان. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف اللي انت عملته ده يا يعقوب؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ خلينا في القضيه الاساسيه. ايه القرف ده؟